سنة 2012 الاقتصاد الأمريكي انهار فجأة والبطالة في البلد زادت جدا، وطبعا الجريمة وصلت لأرقام مرعبة والسجون ما بقتش شايلة حد من كتر المجرمين. الوضع ده خلى الشركات الخاصة هي اللي تدير السجون، وبقى هدفها الوحيد هو إنهم يلموا الفلوس. فبدأوا يعملوا منافسات بين المساجين، وأوقات كتير المنافسات دي كانت بتنتهي بالموت، والأهم إنها بتتذاع أونلاين باشتراكات غالية جدا عشان السجون تلم مشاهدات وفلوس. بالرغم من كده الناس بدأت تزهق وبقوا عاوزين حاجة فيها أكشن وحماس أكتر، وده اللي يخلي سجن الجزيرة بيبتكر سباق الموت، واللي بيعتبر أكبر وأخطر سباق سيارات في العالم. فالسباق ده المساجين بيتسابقوا بعربيات مدرعة، والعربيات دي بتكون مجهزة بأسلحة تقيلة عشان المتسابقين يستخدموها في السباق ده. وهنا اللي بيعرف يخلص على باقي المتسابقين ويدمرهم ويعدي خط النهاية الأول هو بس اللي بيفوز، وبيقدر بكده انه ياخد حريته. وفي سباق النهارده ما كانش فاضل غير عربيتين بس، اول واحد كان سايقها فرانكو ومعاه المساعده بتاعته كيس، والعربيه التانيه كان سايقها جو، وده يعتبر اقدم منافس لفرانكو. والاتنين كانوا خلاص قربوا جدا من خط النهايه ومستعدين يبيعوا اي حد عشان يكسبوا. بس فجاه فرانكو اكتشف ان الاسلحه اللي في عربيته عطلانه ومش شغاله، فحاول يتصرف وفك الدراع الخلفي بتاع العربيه ورماه في طريق جو عشان يعطله، وبالفعل قدر يهرب منه. لكن هنا جو ما استسلمش، خصوصا ان اسلحته كانت شغاله وزي الفل. وقتها كيس حست ان جو بقى متهور جدا، فقررت انها لازم تخرج من العربيه. وهنا بالرغم ان فرانكو ما كانش موافق، بس هي عملت اللي في دماغها وهربت. وقبل ما فرانكو يلمس خط النهايه جو ضرب عليه قنبله فجرت العربيه. وفي الوقت ده بيظهر جينسون، واللي بيبقى شغال في مصنع صلب، وبيتصدم لما بيعرف ان المصنع اللي شغال فيه خلاص هيقفل. ودي كانت المصيبة لأن ده مصدر رزقه الوحيد، وفي ظروف البلد دي مستحيل يلاقي شغل تاني. جينسون راح عشان يقبض تمن الأيام اللي اشتغلها، بس المصنع مش بيديله حقه بالكامل. ولما سأل الموظفة فين باقي الفلوس، وهنا الموظفة بترد عليه ببرود إن المصنع أعلن إفلاسه، ولو مش عاجبه يروح يرفع عليهم قضية ويخبط راسه في الحيط ولو قدر ياخد منهم حقه. جينسون خد الفلوس وسكت لأن ما كانش في إيده حاجة تانية يعملها، وباقي العمال بدأوا يعملوا مظاهرات ويطلبوا بحقهم. فالشرطة هنا وصلت وبدأت تضرب فيهم عشان يخافوا ويفضوا التظاهرات دي. واحد من الضباط ضرب جينسون فدمه غلي واتنرفز عليه، فراح مسك منه العصاية وضربه هو كمان. وبالليل وصل بيته ودخل يسلم على مراته وهو شايل هم الدنيا فوق كتافه ومش عارف هيجيب فلوس منين وهو ملوش شغل دلوقتي. وهنا بنشوفه طالع لبنته الصغيرة وقاعد يلعب معاها، بس ما كانش يعرف ان في الوقت ده في مجرم مقنع اقتحم البيت وقتل مراته. ولما جينسون دخل المطبخ لقى مراته واقعه على الارض وميته، والمجرم طلع بخاخ غريب ورشه على وشه، فجينسون داخ ووقع على الارض. والراجل المقنع خلاه يمسك السلاح اللي قتل بيه مراته وطلب الشرطه وخلع، وهو خارج بص وراه وعمل حركه بايده كانه بيضرب بالمسدس على جينسون. جينسون هنا لما فاق من تاثير المخدرات لقى الشرطه محاصراه وبتقبض عليه، ولبس تهمه قتل مراته. وبعد 6 شهور اتنقل لسجن الجزيره، وده اللي بيكون اخطر سجن في امريكا عشان يقضي فتره سجن هناك. هنا الحارس في السجن استقبله بقله ذوق وبدا يرش عليه ميه ساقعه، وخلى ضابط تاني ينزل فيه ضرب، وبعدها رموه في زنزانته. المجرمين في الزنزانه قرروا يحاربوا جينسون على طريقتهم ويدوا له علقه، بس على مين؟ جينسون طحنهم كلهم. الحارس رجع تاني الزنزانه وهو فاكر ان زمان المجرمين خلصوا على جينسون، بس اتفاجئ لما لقى المساجين كلهم مرميين على الارض وشبعانين ضرب. وهنا عارفين ان جينسون مش سهل خالص. تاني يوم جينسون راح يفطر، وكان في مجموعه قاعده بعيد اتعرفوا عليه وعرفوا انه كان متسابق حريف زمان. فجأة القاعة كلها سكتت لما دخل مسجون اسمه باتشينكو ومعاه رجالته، واللي قربوا من جينسز وبدأوا يستفزوه. وباتشينكو قال للمساجين بصوت عالي ان ده واحد قتل مراته وما ينفعش يعيش في وسطهم. فاتنرفز قوي وقام ضرب باتشينكو واللي معاه بكل غل ورقدهم كلهم على الارض. الحراس دخلوا بسرعة وفضوا الخناقة اللي ما بينهم وخدوا جينسز لمديرة السجن. مديرة السجن قالت لجينسز انت بدأت ايامك في السجن بمشاكل وخناقات، وده كده مش في مصلحتك خالص، وشكلك كده هتطول معانا ومش هتشوف الشارع قبل 25 سنة. جينسس قال لها انا عارف ان انت اللي زقيت العيال دي تضربني، لان دي طريقتك عشان ترحبي بالمساجين الجداد وتكسري عينيهم. مديرة السجن بتكون عارفة ان جينسس متسابق قديم ومحترف، وبتقول له سيبك من ده كله، انا عندي ليك عرض ما يتفوتش، ولو قبلت هتخرج من السجن في اسرع وقت. وبتقول له انها عارفة انه سواق محترف وملوش حل، فبتعرض عليه انها تخليه يبقى فرانكو الجديد، لان فرانكو الحقيقي مات في المستشفى بعد الحادثة الاخيرة ومحدش يعرف الخبر ده. وبتقول له انها فكرت انها تجيب اي
سواق محترف ويلبس قناع فرانكو وياخد دوره ومحدش هياخد باله، وده لان فرانكو كان اسطوره وبيجيب نسبه مشاهدات خياليه، وهي مش عايز تخسر السبوبه دي ولا تكشف موته عشان موته هيكلفها خسائر كتير. عشان كده عرضت على جينسز انها هياخد مكانه وفهمته قواعد اللعبه، وانه لو كسب 5 سباقات هيبقى حر ويخرج من السجن. فبتقول له انه محتاج يكسب سباق واحد بس لان فرانكو كان فايز في 4 ماتشات قبل كده. جينسز في الاول بيقول لها انه مش عايز يضيع حياته في سباق زي ده، بس هي هدته انها ترميه في الحبس الانفرادي، ولو ما وافقش انه ياخد مكان فرانكو. وبكده ما بقاش قدام جينسز اي حل تاني غير انه يوافق على العرض. بعدها الحراس خدوه على ورشه العربيات اللي في السجن، وهناك عرفوه على الفريق اللي هيشتغل معاه، وكان القائد بتاعهم اسمه كوتش، ومعاه المساعدين الاتنين اللي كان لسه متعرف عليهم في صاله الاكل. مفيش حد في السجن عرف ان جينسن هو اللي هياخد مكان فرانكو غير الفريق اللي هيشتغل معاه وشويه حراس يتعدوا على الصوابع. وهنا كل متسابق كان ليه الورشه بتاعته والفريق بتاعه. جينسن والفريق بتاعه دخلوا ورشه سريه محدش يعرف عنها حاجه، وكوتش فرجوا على العربيه اللي هيتسابق بيها وشرح ليه كل الاسلحه والهجوم والدفاع اللي متركبه فيها. بس طبعا خزانات الاسلحه كانت فاضيه من الذخيره لان مش بتتملي غير يوم السباق قبل ما السباق يبدا بثواني حرفيا، عشان محدش يفكر يستخدم السلاح ده انه يهرب من السجن. وبما ان السجن اصلا في جزيره مقطوعه وسط البحر، فلو حد حتى فكر يهرب المخرج الوحيد لبره الجزيره هو الجسر، وده سهل جدا يتحصل بالطيارات وعربيات الشرطه، وحرفيا لا يفكر يتجاب من قفاه في ثانيه. جينسن بعدها طلع هو وفريقه للساحه عشان يفهموا كل تفصيله في سباق السيارات. من القواعد الناس اللي بتلعب ضده، السباق هنا متقسم ل3 مراحل، واهم حاجه في اول مرحلتين انه يصفي اكبر عدد من المتسابقين عشان يخلص منهم، وفي المرحله الاخيره الاهم انه يسوق بسرعه عشان يوصل لخط النهايه. الاول كل المسابقين بيبقى معاهم مساعده بيختاروها من سجن الستات، ما عدا جو اللي دماغه ناشفه وبيحب يختار مساعد راجل مش بنت، وبيعرفوا ان في مساعده فرانكو اسمها كيس، ودي اللي هتركب معاه العربيه. كوتش بيبدا يعرفه على المتسابقين اللي معاه في السباق، ومنهم جو اللي قتل فرانكو الحقيقي، بس طبعا جو بيكون فاكره لسه عايش. وهنا بنعرف ان جو ده مجنون بجد وبيجرح نفسه في وشه كل ما يقتل حد في السباق، وباين من كتر العلامات اللي على وشه انه خلص على ناس كتير. بعدها جينسن بيلمح عمال جايين بعربيه وفيها اسوار حديد في ايديهم عشان لو حد منهم فكر يهرب، فبيفتكر ان المجرم اللي اقتحم بيته وقتل مراته كان لابس واحد زيهم بالظبط، وشكوكه بتبدا تزيد ان القاتل موجود معاه هنا في السجن. لما جه يوم السباق جينسن لبس لبس فرانكو، وبعدها لبس القناع بتاعه والخاتم بتاعه ومشي وسط المساجين، وكلهم افتكروا ان فرانكو الاسطوره رجع تاني وبداوا يشجعوه لان رجوعه خلى الحماس يدب في السجن كله. ولما جينسن ركب العربيه كوتش قال له انه ممكن يقلع الماسك براحته لان ازاز العربيه فميه مش هيتكشف من جواه، ده غير ان مساعدته عارفه انه مش فرانكو الحقيقي لانه شافت فرانكو وهو بيموت. السباق بدا، وبما ان الاسلحه في الاول بتكون مقفوله ومش شغاله كل سواق بيحاول يخلص من اللي قدامه بانه يحك في العربيه اللي قدامه او يخبطها، وهنا كيس ساعدته يدخل في طريق مختصر وده اللي خلاه يبقى في المركز الاول. وهنا بيكون في دوائر على الارض، اول ما العربيه بتدوس على الدايره اللي عليها صوره سيف الاسلحه بتتفعل والمتسابق بيقدر يستخدمها، ولو حد داس على الدايره اللي عليها جمجمه الدايره تطلع سياخ حديد من الارض تخرم العربيه اللي جايه من وراها وتدمرها. وفعلا في عربيه لبست في سياخ الحديد دي وولعت. جو داس على علامة السيف وفعل الأسلحة بتاعته وراح ضرب قذيفة على العربية اللي قدامه وطيرها في الهواء. ومن بشاعة السباق الراجل اللي كان بيسوق العربية قدر ينجو من الانفجار. فجأة واحد من ورا جه وفرمه بالعربية وخلص عليه. جو نزل ضرب في فرانكو عشان يطلعه بره اللعبة ويمنعه يكسب. في اللحظة دي جينسس حاول يدوس هو كمان على السيف عشان يهجم عليه، بس اتصدم ان الاسلحة متعطلة وانها متفعلتش وده عصبه جدا. المساعدة بتاعته حاولت تتصرف وخرجت من الشباك عشان تشوف العطل فين، بس الحركة دي خلت كل المتسابقين يهجموا عليه، فجينسن بدأ يناوب بالعربية عشان يحميها لحد ما رجعت جوه تاني. بعدها جينسن حاول يشغل انظمة الدفاع قبل ما جو يوصل لها، بس برضه مفيش فايدة وجو فضل يهجم عليهم ونزل عليهم رشاشات لحد ما درع الحماية اللي كان ورا كان هينهار. هنا جينسن جات له فكرة صايعة، خلى كيس تقعد جنبه وطير الكرسي بتاعها في الجو. الكرسي ده كان فيه مادة حراقة، فالكرسي نزل بالمادة الحراقة فوق عربية جو، وكيس قامت حادفة ولاعة على العربية، فالعربية ولعت واتدمرت خالص. وفجأة بيظهر باتشينكو ظهر جنبه بالعربية وراح عامل له بايده نفس الحركة اللي عملها المجرم اللي قتل مراته. جو استغل ان جينسن اتشدت وفقد تركيزه وراح خبطه بالعربية من ورا عشان يخليه اخر واحد يعدي خط النهاية. وبعد ما المرحلة الاولى خلصت فريق جينسن فحص
فحصوا الاسلحه في العربيه ولقوها سليمه وشغاله زي الفل، وما قدروش يلاقي اي تفسير منطقي لان الاسلحه ما اشتغلتش وقت السباق بعد ما فعلها. جينسن راح لمديره السجن وقال لها بوش مكشر انه مش هيكمل في المهزله دي، خصوصا بعد ما اتاكد ان باتشينكو هو اللي نفسه خلص على مراته، وان كل ده كان متخطط ليه عشان يلبسوه القضيه ويجبروه ياخد مكان فرانك. بس المديره بتقول له انها ما تعرفش حاجه عن الكلام ده، وراحت مطلعه ليه صوره بنته صغيره وهدته عيني عينك كده ان لو ما كملش بنته هتتربى في بيت غريب وعمره ما هيقدر يشوفها تاني. جينسن هنا وافق بالعافيه غصب عنه عشان خايف على مستقبل بنته، ورجع الساحه يتكلم مع كوتش وساله هو ليه مش لابس رقم زي باقي المتساجين. كوتش فهمه انه اصلا خد براءته من 3 سنين، بس هو قرر انه يكمل حياته جوه السجن بمزاجه. وبالليل جينسن كان قاعد بيصلح في عربيته ولمح باتشينكو معدي من قدامه، فراح ماشي وراه لحد ورشته، واول ما دخل رجالته هجموا عليه وكتفوه، وباتشينكو نزل فيه ضرب وجاب حديده كبيره وكان خلاص هيخلص عليه، بس واحد من فريق جينسن اتدخل في الوقت المناسب. جينسن استغل الفرصه وخد الحديده من الارض ونزل طحن في الرجاله ووقعهم كلهم على الارض، وفضل يضرب في باتشينكو لحد ما خلاه ينطق ويعترف ان المديره هي اللي وزته يقتل مراته. وقبل ما يخلص عليه الحارس ظهر ومنعه يقتله. وتاني يوم بدأ الجولة التانية من السباق، وباتشينكو فضل يستفز جينسن وجه جنبه وعمل له نفس حركة المسدس بإيده، بس جينسن سيطر على أعصابه. السباق بدأ وجينسن كان قاصد يسوق ببطء، وراح سائل المساعدة بتاعته إذا كانت هي اللي قتلت فرانكو ولا لأ، لأنه استغرب إن الأسلحة عطلت معاه زي ما حصل مع فرانكو بالظبط، وهددها إنها لو ما قالتش الحقيقة هيطير بيها الكرسي بره العربية ويموتها. المساعدة بتاعته اعترفت في الآخر إن المديرة هي اللي أجبرتها تعمل كده، ووعدتها إنها تخرجها من السجن، وكان هدفها إن فرانكو ما يكسبش وما ياخدش حريته مش أكتر. بعدها جينسن انطلق باقصى سرعه وكان حاطط باتشينكو في دماغه، وفعلا سبقه وخد دايره الاسلحه قبله، وده خلى الكل يستغرب لانه بما انه في المقدمه وكده ومش هيعرف يضرب اللي وراه بالرشاش، بس هو فاجئهم كلهم ولف بالعربيه وبقى في وش باتشينكو وعينه في عينه، وقام نازل فيه ضرب بالرشاش اللي في العربيه، وبعدين لف تاني ورمى دخان وراه عشان باتشينكو يتسطل ويخبط في الحاجز وعربيته قلب. جينسن وقف ونزل من عربيته، فجينسن راح لحد عنده وقام كسر رقبته عشان يبرد ناره وينتقم لمراته. في اللحظه دي المديره حست ان ده الوقت الصح عشان تطلع الاختراع اللي بقالها كتير بتجهز فيه، واللي بيبقى مدرعه عملاقه ومليانه اسلحه تقدر تمسح باقي العربيات من على وش الارض. المدرعه دي دخلت السباق وفعلا فرمت 3 مسابقين في ثواني، ومبقاش فاضل في السباق غير جينسن وجو بس. جينسن وجو عرفوا انهم مش هيقدروا على المدرعه دي لوحدهم، فجينسن امر فريقه يوصلوه بجو عشان يتحدوا مع بعض بدل ما يموت هما الاثنين، وبالفعل بدأوا يحصروا المدرعه من الجنبين عشان يهربوا من ضربها. واول ما قابلتهم دايره الجماجم سابقوا المدرعه ودسوا عليها مع بعض، فطلعت السياخ الحديد وخبطت في المدرعه ولبستها في الحاجز لحد ما اتدمرت وانفجرت، وبقى هما الوحيدين اللي نجوا وخلصوا الجوله دي. بعد السباق جو راح لجينسن وقال له انه كشفه وعارف ان هو اللي سايق مكان فرانكو لما سمع صوته وهو بيتكلم في اللاسلكي. وفي الوقت ده المديره قررت مع الحارس انهم يقتلوا جينسن لانه بدا يتمرد عليهم ويشوفوا اي حد تاني يلبس قناع فرانكو بداله. وتاني يوم وقبل المرحله الاخيره الحارس راح وحط قنبله تحت عربيه جينسن. جينسن كان قاري اللعبه وفاهم ان المديره دي مش هتمشيها، وان حكايه انك هتاخد حريتك دي مجرد سبوبه بتلم بيها مشاهدات، وانها في الحقيقه اي حد هيخلص ال5 سباقات بتصفي عليه وبتجيب غيره. جينسن هنا راح لفريقه وقال لهم يزودوا بنزين، وراح لجو واتفقوا مع بعض عشان يعرفوا يهربوا هما الاثنين من السجن ده. وهنا المرحله الاخيره بدات. 70 مليون مشاهد كانوا متابعين السباق. المديره راحت لجينسن وادته ورقه خروجه وقالت له انت هتخرج لما تكسب. جينسن هنا ركب عربيته واتكلم مع كيس اللي اعترفت له بان المديره هددتها عشان تخسروا السباق باي طريقه. وقت السباق جينسن كان هو الاول، وهو بيفعل الاسلحه لقى الحارس قفلها عليه مخصوص عشان يدي الفرصه لجو يفوز، وطبعا ده اللي خلى جينسن ما كانش عارف يضرب ولا رصاصه. جو فضل يضرب عليه نار وفجاه حصلت المفاجاه. جو نشن على مكان ضعيف في الحلبه وعرف يهرب منه هو وجينسن، وطبعا دي الخطه اللي كانوا راسمينها سوا. المديره هنا اتجننت وما كانتش عارفه تلم الليله قدام 70 مليون مشاهد، فقامت دايسه على زرار القنبله اللي في عربيه جينسن عشان تفجرها، بس كوتش كان اذكى منها وفك القنبله وخرجها من العربيه من بدري. الشرطه بدات تطاردهم بكل قوتها، وجينسن هنا راح فك دراع الحمايه التقيل اللي من ظهر العربيه عشان يعطلهم ويوقعهم في شر اعمالهم. وانفصل هو وجو وكل واحد اخد طريق عشان يشتتوا الحكومه، فالطيارات راحت ورا جينسن لانه كان هو الاهم بالنسبه ليهم. كيس قررت انها تقف جنب جينسن وتساعده، خصوصا انهم خلاص استلموا ورقه براءتهم من المديره قبل ما الجوله تبدا. وهم ماشيين في وسط الزحمه على الطريق
جينسون انتهز الفرصه ورمى نفسه من العربيه واستخبى من غير ما حد يلمحه، وكيس هنا كملت سواقه مكانه كانها هو، بس طبعا الطيارات حصرتها وضربوا نار عليها لحد ما وقفت ونزلت من العربيه وهي لابسه لبس وقناع جينسون عشان يفتكروه هو، وفعلا قبضوا عليها ورجعوها على السجن تاني، وبكده سابوا الطريق مفتوح لجينسون وجو، وفي النهايه قدروا يهربوا. بعدها الحارس راح للمدير وهو فرحان وقال لها ان المشاهدات كسرت الدنيا ووصلت لارقام عمرهم ما كانوا يحلموا بيها، وان في هدايا ورسائل كتير جات لهم. المديره فتحت هديه منهم بس اتفاجئت ان القنبله اللي كانوا حاطينها لجينسون، وطبعا في لحظتها الكوتش ضغط على الريموت وفجرهم هما الاتنين. وبعد 6 شهور جينسون وجو بدأوا حياه جديده خالص وفتحوا ورشه العربيات بتاعتهم في المكسيك، وجينسون كان معاه بنته الصغيره اللي رجعت لحضنه تاني بعد ما قدر يثبت براءته. وكيس بتحصل جو جينسون على المكسيك بعد ما اخذت براءتها. وبكده فيلمنا يكون خلص، وما تنساش تدوس لايك. كان معاكم احمد سميح، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصل لك كل جديد، ويلا سلام.